نشوف بنت مصرية تانية ما عندهاش أي مشاكل نفسية زي معظم البنات المصريات لما قابلت والدها رايح يركب الميكروباص اللي جنب الميكروباص اللي هي راكباه. انت اللي انا رافع راسي من ورا اسمه حبيبي 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 انت عامله ايه؟ عمري وياك عشته بيقولوا لي اني شبهك اني زيك ولا في بقى عدم رضا ولا في نقم على العيشة ولا في المشاهد اللي احنا زهقنا منها على كل المنصات الفترة اللي فاتت. حتى في مذيع من مذيعين الشارع نزل بيتمشى لقى 4 بنات، شوف اصلا بيتكلموا على والدهم ازاي. انا ابويا حته من القلب، انا لو فتحت قلبي كده هتلاقي ابويا. الله اكبر، ابويا والله العظيم عسل. بحبك يا احمد، ده ابويا حته من قلبي. وربنا عسل، ده حته من قلبي والله عسل. المشاهير والاعلاميين برضو لما بتيجي سيرة الوالد او الوالدة بيتكلموا بمنتهى الاحترام وبيحاولوا ان هم يرسخوا المبادئ دي في اذهان واذان المستمعين، برضو مش بيعدوها كده. لو في حد هقول وحشتني فهو ابويا. لما بفتكره بحن لتفاصيل يمكن ما حدش ياخد باله منها، بس بالنسبه لي بتبقى حياه. بشتاق لصوته وهو بينده عليا، لنظره عينيه اللي انا شايفها دلوقتي لما كنت ارجع متاخر. بالنسبة للأمثلة السيئة اللي انتشرت على إيد بنتين في تعاملاتهم مع أبهاتهم الفترة الأخيرة على منصة تيك توك، في شاب جميل مصري كده هيوصل لهم رسالة بالطريقة اللي يفهموها هم، على الرغم إن أشك في موضوع الفهم ده. ابويا ده انا جزمه ابويا لو اتحطت على راسي تعليني. ابويا ظهري اللي دايما ساندني، مين يا عم يتقارن بابويا؟ ابويا سيد الناس وعمود البيت والخير اللي لسه بخير. ابويا بيشقى علشاني، بينزل في عز الصبح وبيرجع في عز الليل. عملوا عيد للام، طب والاب ايه وهو العيد نفسه؟ الكون كله بخير طالما الحاج بخير. انا رافع راسي في الدنيا عشان انا ابن ابويا. بقول لك وانا قاصد اقول لك مين زيك يا سيد الناس؟ يا تاج راسي وعكازي. لقيت الدنيا وانا عيل لقيت ابويا فيها امان.